مصر قادمة على حرب في خلال 6 أشهر. يا نهار اسود، حرب مسلحة. هنحارب مين؟ هنحارب الإرهاب في ليبيا. قامت قواتكم المسلحة بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية. ترامب القادم لا علاقة له بترامب السابق تماما. انتوا عارفين فنزويلا دي في اهتمام بيها ليه دلوقتي؟ الاخطر ان انا خايف على السودان. مصر قادمة على حرب في خلال 6 أشهر. وانا بقول كلام ربما البعض بيقول ان هو سبق عصره، ولكن هذا ما وهبني الله اياه. عاد الإعلامي المصري توفيق عكاشة إلى واجهة المشهد الإعلامي من جديد بعد تداول مقطع فيديو قديم له يعود لعام 2019 يتوقع فيه الأزمة التي عصفت بفنزويلا ومحاولات الاستيلاء على مواردها النفطية، وهو الفيديو الذي حظي بانتشار واسع وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. الغرب بأسره ومعهم أمريكا متأكدين أن هناك حرب، مما سيؤثر على احتياجاتهم من البترول، فلازم يبقى عندهم بديل، والبديل هو فنزويلا. عرف عكاشة بتوقعاته السياسية الجريئة حتى لقبه البعض بعراف الإعلام المصري، ومع ذلك يصر الإعلامي الشهير على أنه لا يعلم الغيب ولا يطلق نبوءات، بل يعتمد على قراءة المشهد الجيوسياسي والربط بين الأحداث التاريخية والمعطيات الراهنة وتحليلها بعمق ليصل إلى استنتاجات يراها متابعوه تنبؤات إعجازية. يعني عايزين نكون واقعيين، نريد أن نتعامل مع الواقع ولا نتعامل مع الخيال. لم تكن أحداث فنزويلا هي الواقعة الوحيدة التي استشرفها الإعلامي المصري، فبالعودة إلى أرشيفه نجد سلسلة من التوقعات التي تحقق الكثير منها. في عام 2014 توقع اندلاع مواجهة كبرى بين روسيا والغرب، وهو ما تجسد بوضوح في السنوات الأخيرة. الحرب العالمية الثالثة هتيجي من الناحية الثانية، الناحية الشمالية، مرحلة الحرب الأوروبية الروسية، وكله شغال في الحرب. قبل نحو عقد من الزمان تحدث عن استهداف ممنهج لإيران. اسمعوا الكلام اللي بقوله ده، سيتم ضرب إيران، حلف الناتو أمريكا هيضربوها، وهو ما تحقق بالفعل مع الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية. على الصعيد العربي توقع الإعلامي المصري نهاية مأساوية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وهو ما حدث بالفعل خلال صراعه مع جماعة الحوثي. سيكون مصير علي عبد الله صالح هو نفس مصير صدام حسين. أما الأزمة السورية وخلال عام 2012 وفي أوج الصراع السوري حذر من أن المخطط الأساسي الذي يحاك للمنطقة هو تقسيم الدولة السورية. إنما القضية هي تقسيم سوريا وتحويلها إلى 3 دول، ويكون هناك عدم وجود لأي دولة لها قوات مسلحة قادرة على مواجهة إسرائيل. وفي الملف الليبي توقع تدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا لمواجهة خطر الجماعات المسلحة، وهو ما جرى لاحقا. وفي عام 2019 توقع اضطرابات ستجري في لبنان. الأوضاع في لبنان بعد رمضان ستشتعل بطريقة، أنا بقول أهو، القادم في الاشتعال لبنان، وهو ما تحقق في أكتوبر من العام نفسه، فيما عرف آنذاك بثورة تشرين. يؤكد الإعلامي المصري الشهير دوما أن سر توقعاته يكمن في فهم خريطة التوازنات الدولية وتحويل التطورات المتسارعة إلى استنتاجات منطقية ومترابطة. توقعات نتيجة ارتباط بإعادة صياغة الخريطة العالمية، فلازم ده يحصل علشان الأكبر منه يحصل، يعني لأن أصل مش هينفع يعمل ده إلا إذا ده حصل.
ورغم اختلاف الآراء حول أسلوبه، يظل عكاشة واحدا من أكثر الشخصيات الإعلامية إثارة للجدل لقدرته على قراءة أحداث قد لا تطرأ على بال الكثيرين. الاخطر ان انا خايف على السودان، خايف جدا على السودان. الاوضاع كلها انا حذرتكم منها ووجهت نظركم اليها قبل ما تحصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.